أقوى 10 دول في العالم، لكن في حكايات قلبت موازين القوة. تابع للنهاية. الترتيب ده مش مبني على عدد الجنود وبس، ولا حتى حجم الترسانة النووية. ده مزيج من عدد الأسلحة، التكنولوجيا، القوة النووية، القدرة على الانتشار، والميزانية. هات مخك وتعالى. رقم 10 يا صديقي هي تركيا. الجيش التركي أكبر جيش في الناتو بعد أمريكا. تركيا بتصنع طيارات بدون طيار قوية جدا، موجودة بقواعد وتأثيرات في ليبيا، سوريا، وقريبا في السودان. رقم 9 معانا يا صديقي هي اليابان. رغم انها سلمية رسميا، بس عندها تكنولوجيا تقدر تبني جيش في شهر. بتصنع دفاعات متقدمة وطيارات بدون طيار وسفن بحرية بتنافس فيها أمريكا. رقم 8 معانا هي ألمانيا. أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن جيشها كان ضعيف بعد الحرب العالمية. دلوقتي بتضخ مليارات لتحديث الجيش. الصناعات الألمانية في السلاح مشهورة بالدقة والكفاءة. رقم 7 معانا يا صديقي هي كوريا الجنوبية. ما تتخدعش، كوريا دي مهووسة بالأمن، جيش منظم وتسليح أمريكي وتكنولوجيا متقدمة جدا. بتطور دروع إلكترونية وصواريخ موجهة، وكل ده على حدود جحيم اسمه كوريا الشمالية. رقم 6 معانا يا صديقي هي فرنسا. عندها سلاح نووي وجيش حديث، قوية في الصناعات العسكرية، وبتبيع سلاح لكثير من الدول العربية. عندها حضور عسكري في أفريقيا وآسيا. رقم 5 معانا يا صديقي هي بريطانيا. عندها 4 غواصات نووية دايما في حالة تأهب. القوات الخاصة البريطانية من الأفضل في العالم. الدفاع الإلكتروني عندهم بمستوى عالي جدا. النفوذ البريطاني مش في العدد، ده في التأثير والسيطرة. رقم 4 معانا يا صديقي هي الهند. 1.5 مليار بني آدم، الجيش الرابع من حيث العدد. عندها سلاح نووي وصواريخ فتاكة. الهند دلوقتي بتصنع أسلحة محلية وحاملة طائرات بأيدي هندية. رقم 3 معانا يا صديقي هي الصين. بتبني أكبر جيش حديث بسرعة مخيفة، بتجمع بين العدد والتكنولوجيا وجيوش ضخمة زائد ذكاء اصطناعي، وكمان صواريخ فرط صوتية. عندها سلاح بحرية بيجبر أمريكا تعيد حساباتها في المحيط الهادي. وأهم حاجة بتصنع أغلب سلاحها بنفسها ومش بتعتمد على الغرب. رقم 2 معانا يا صديقي هي روسيا. رغم الحرب والخسائر، روسيا لسه أقوى تاني جيش نووي في العالم. عندها الصاروخ المعروف بالشيطان التاني، يقدر يمسح فرنسا بضغطة زر. التكنولوجيا الروسية في الدفاع الجوي زي S-400 و S-500 مخوفة الناتو كله. عندها أكتر من 6000 رأس نووي، بس نقطة ضعفها التصنيع التقني بطيء شوية، والعقوبات مأثرة عليها جامد. رقم 1 معانا يا صديقي هي الولايات المتحدة الأمريكية. عندها أكتر من 11 حاملة طائرات. وعشان تستوعب ان الرقم كبير، الدولة التانية عندها 2 بالكاد. ميزانية الدفاع 877 مليار دولار. تكنولوجيا تسليح من الأعلى مستوى، طيارات الشبح، صواريخ عابرة للقارات، ودرع صاروخي يغطي نص العالم. ترسانة نووية تقدر تمحي 10 دول في لحظة بس، والمعلومة اللي حرفيا هتصدمك، أمريكا عندها قواعد عسكرية في أكتر من 70 دولة، كأنها عندها عيون في كل حتة. لكن تعال نهندل الكلام كده شوية. كل الأسلحة دي وتريليونات دي والتكنولوجيا اللي تقدر تطير دبابات بالريموت، كل ده وقع قصاده شوية ناس في الجبال في أفغانستان بشبشب جلد وسلاح من الحرب العالمية وشوية تمر في جيبهم. وقعوا أمريكا كلها وحلف الناتو، وخلوا أمريكا تخرج وهي بتجري وبتبص وراها. وكمان أيام ما كانوا بيحاربوا الدب الروسي ما قدرش عليهم وسابهم وطلع يجري. مشهد أفغانستان ده بيفكرك بإخواتنا اللي بيحاربوا دلوقتي، وكل الدول متجمعة عليهم، بس برغم كده هم واقفين ثابتين. ربنا ينصرهم يا رب.
بس ليه يا صديقي دول عظمى زي دي مش قادرين على ناس زي اللي كانوا في أفغانستان أو ناس زي إخواتنا اللي بيحاربوا دلوقتي؟ عشان هنا يا صديقي في حاجة أقوى من أي صاروخ ومن أي سلاح، وهي العقيدة. اللي بيحسم المعركة في الآخر مش نوع السلاح، بل نوع الإنسان اللي شايل السلاح. كان معاك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.